المراية اللي بتظهر فيها الست بس لما تبص لوحدك. أنا عمري ما كنت بخاف من المرايات، بالعكس كنت من النوع اللي بيتكلم نفسه أساسا فيها. بس اللي حصل لي في الشقة ديت خلاني أغطي كل مراية في بيتي وقماش أسود، وعمري ما هتشجع أبص فيها لوحدي تاني. من 8 شهور كده تقريبا نقلت لشقة جديدة في منطقة اسمها عزبة العرب. شقة مش كبيرة بس شكلها شيك. اللي سكن فيها قبلي مات، والناس قالت لي مات طبيا، وانا قلت مش فارقة، المهم السعر. اول حاجة لاحظتها كانت المراية اللي في اوضة النوم، كبيرة وقديمة وطرها خشبي وغامق، وفي زخارف كده مرعبة كأنها وشوش بتصرخ. بس كنت شايف انها ستايل، قلت عادي اهو شكل شيك. المهم في اول يوم وانا نايم حلمت ان في حد بيهمسلي في ودني وبيقول بصلي بس ما تتكلمش. صحيت مفزوع وبصيت ناحية المراية، لقيت دخان طالع منها، مش بخار لأ، كأنه دخان. وظهر فيه وش ست، وشها شاحب كده وشعرها مبلول وعينيها سودة، وكانت بتضحك. أنا اترعبت ورحت ونمت. تاني يوم وأنا بلعب بالموبايل الكاميرا الخلفية اشتغلت لوحديها، وبصيت في الشاشة لقيت الست واقفة ورايا في المراية. ولما لفيت مفيش حد. كل مرة أبص في المراية ألاقيها أقرب. وفي يوم وأنا بلبس سمعت صوت الست بتقول أنا كنت هنا وأنا هرجع بس من خلالك. جبت شيخ قرا قرآن والمراية بدأت تتشقق من نفسها. الشيخ وقف وقال لي الست دي مش جن عادي، دي إنسية اتقتلت قدام المراية وشجن جزء من روحها فيها، وقال لي لو بتشوفها يبقى هي اختارتك بعدها. أنا سمعت كلام الشيخ واستغربت، بس بعدها بيوم صحيت ولقيت المراية مش موجودة أساسا، ولا مكسورة ولا متشقعة، مش موجودة أصلا. بس في حتة الأوضة كان مرسوم وشها بخط دم. ومن ساعتها كل ما ببص في أي مراية، حتى في الأسانسير أو في أي عربية أو في أي مراية بشوفها، بشوف انعكاسها واقف جنبي، بس ما بتضحكش المرة دي. ونصيحة مني، ما تبصش في مراية بعد كده لوحدك. متنساش اللايك والسبسكرايب، ودعوة حلوة لمصر والأهل العرب، وربنا يحفظ مصر.